كيفكن صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. طبعا الفيديو عبارة عنه اليوم فقت بكير من الساعة 8 ونص الصبح. جيت هون على البيم بدي اخذ طبق البسكوت هاد. اليوم راح اعمل حلو، طبعا جاتو اكيد يعني. وراح اخذ هاي الكريمة، وراح اخذ الشوكولا كمان. هاي الشوكولا كتير طيبة، عن جد كتير طيبة. طبعا هون بعد ما رجعت على البيت كان عندي هدول البطانيات بدي اغسلهم. حطيتهم بالغسالة وحطيت دواء وشغلت الغسالة. قلت لبين ما اخلص كون هن خلصوا كمان. شوفوا معي شو صار معي الصبح. يعني كنت عم نظف الغرفة هاي على الخفيف، ما حسيت الا وقعت هاي المراية فوقي. الله ستر، الله وكيلكم، الله ستر، يعني الله ستر كان صوبت حالي. طبعا اجيت هون على المطبخ، كمان عندي شوية جلي بدي اجليهم. واول شغلة خلينا نبلش وامسح تحت الفرن، وكمان امسح تحت مكان الجلي، وانا اليفها منيح لانه هي ما فيها شي. بس انا كل ما اجلي بنظف تحت الفرن، احيانا بشغل وبعمل اكل بالفرن، عشان هيك انا لازم انظف هون الجهة بعدين ابلش بالجلي. اهم شي النظافة، النظافة غير شكل. وطبعا الكلور لازم ينحط على المجلة. كمان هلا بدي بعد ما اخلص انشف هون. طبعا هلا خلصت الجلي، خلصت كل شي جلي عندي، وهلا بدي ابلش بالحلو. طبعا عندي هون 4 باكيت بسكوت، هلا بدي افتحهم كمان. وعندي هون الكريمة، وعندي هون للتزيين طبعا للجاتو وللجيلي. وعندي هون جيلي كمان بالكرز. عندي هون 5 كاسات حليب، وعندي هون نص كاس السكر، وعندي كمان معلقتين حليب، وهاي كاكاو، وهاي فانيلا معلقة واحدة. هلا خليني ابلش. هلا بنات، انا راح اعمل البسكوت كله بهاي الصينية. انا حطيت 3 كاسات لانه راح اعمل القالب مستطيل. طبعا هون في حليب والبسكوتة، طبعا راح احطها بالحليب وبطالعها فورا. اسحكن تخلوها، لانه اذا خليتوها راح تذوب وتشتش. طبعا انا راح احط الشوكولاتة هيك على كل البسكوت، بحطها يعني طبقة فوق طبقة، فهمتوا علي؟ هيك يعني هاي المرحلة كلها راح تعملوها هيك. خليكن معي.
هلا هيك انا عم صفي البسكوت. اكيد عرفتوا الطريقة شلون. هيك يعني كل بسكوتة تحطوا عليها شوكولاتة وترجعوا تحطوا التانية فوقها وتصفوهن. اهم شي الكاسات ما تشيلوهن لحتى تخلصوا. بعد ما تخلصوا تحطوها بالبراد شغلة ساعة، يعني قد ما خليتوهم بالبراد يكون احسن. حطيت البسكوت بالبراد وجهزت الزبادي هدول لحتى احط الجيلي. طبعا الجيلي بنكهة الكرز. هلا هون جهزته منيح منيح، لازم تخلطوها منيح منيح لحتى يذوب السكر اللي فيها. وهون جهزت عندي. طبعا هلا بدي اسكبهم بالزبادي. ما شاء الله يعني عن جد عن جد. ما بعرف ليش الكرز فيه طعمة حموضة. طبعا انا حطيت له شوية سكر. هلا بدي اسكبهم بالزبادي. بعد ما اسكبهم بستنى عليهم لحتى يبردوا بحطهم بالبراد. قد ما خليتوهم بالبراد يكون كتير كتير كويس، يطلع كتير طيب. تعالوا خلونا نبلش بتزيين القالب الجاتو بنكهة البسكوت. عن جد طلع كتير 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 حلو. انا ما اول مرة اعمله بهاي الطريقة. انا بالعادة بطبق البسكوت فوق بعضه، بس حبيت اجرب هاي المرحلة او هاي الطريقة. طبعا هلا خليني نبلش بالتزيين ونشوف الشكل النهائي. يلا نبلش صبايا بالتزيين. هاي انا جهزت القالب حطيته هون قدامي. طبعا ما كنت اتوقع انه يطلع معي هيك. طبعا كل شخص هو وطريقته بالتزيين، وكل شخص هو طريقته كيف يعمل القالب الجاتو بنكهة البسكوت. طبعا انا حبيت اجرب هاي الطريقة، وبتمنى انه قبل ما انسى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير كتير كتير. خلينا نشد الهمة شوي لحتى نوصل لل100 مشترك. طبعا هاي راح يصير لي اكتر من سنة وانا لساتني نفس العدد. شدوا لي الهمة صبايا، وشدوا لي الهمة. الله يخلي لي اياكم ولا يحرمني منكم. طبعا هاي الكرز كمان جهزته. هلا بحطهم بالبراد ونشوف الشكل النهائي. وهاي الشكل النهائي بعد ساعتين بالبراد. اعطوني رأيكم بالكومنتات حبايبي، حبيتوا الفكرة ولا لا؟ وهلا نهاية الفيديو راح لكم سلام.